بدأت المباراة بضغط من جانب لاعبي الأخضر في تهديد مبكر لمرمى منتخب بولندا، وسدد لاعب المنتخب السعودي محمد البريك كرة قوية من أمام منطقة جزاء بولندا، ارتطمت في الدفاع وخرجت لكرة ركنية في الدقيقة 8 نفذت وأبعدها الدفاع البولندي. وأرسل لاعب المنتخب فراس البريكان كرة عرضية من يمين الملعب في الدقيقة 11 ولكن أبعدها الدفاع البولندي. وسدد لاعب المنتخب السعودي محمد كنو كرة قوية من داخل منطقة جزاء بولندا في الدقيقة 13 ولكن تصدى لها تشيزيني ببراعة وأبعدها لركنية. وحصل المنتخب السعودي على مخالفة على يسار منطقة جزاء بولندا نفذها محمد البريك في الدقيقة 17 ولكن أمسك بها حارس منتخب بولندا تشيزيني. وأشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء ثانية ضد لاعبي منتخب بولندا بعدما عرقل لاعبه عبد الإله العمري لمنعه من قيادة هجمة مرتدة في الدقيقة 19. وحصل لاعب المنتخب السعودي عبد الإله المالكي على بطاقة صفراء ستبعده عن مواجهة المكسيك في الجولة الأخيرة لتراكم البطاقات. وسجل المنتخب البولندي هدفا في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول بتسديد من لاعبه زيلينسكي من داخل منطقة جزاء المنتخب السعودي. وأهدر لاعب المنتخب السعودي سالم الدوسري في الدقيقة 46 ركلة الجزاء التي تصدى لها حارس مرمى بولندا تشيزيني، ثم تألق الحارس نفسه في متابعة محمد البريك لتصدي لتخرج ركنية نفذت وأبعدها الدفاع البولندي. وأجرى المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد مع بداية الشوط الثاني تبديلا بالدفع باللاعب نواف العابد بدلا من سامي النجعي. وأرسل لاعب المنتخب السعودي محمد كنو ركلة خلفية مزدوجة في الدقيقة 50 من حدود منطقة جزاء بولندا ولكنها مرت بعيدة عن المرمى. وسدد لاعب المنتخب السعودي محمد كنو في الدقيقة 61 كرة قوية ولكن مرت بعيدة عن المرمى. وتصدى القائم والعارضة لفرصتين في الدقيقة 63 و 61 للمنتخب البولندي. ونجح حارس المنتخب السعودي في الدقيقة 75 من إنقاذ مرماه من كرة خطيرة بعدما خرج من مرماه وأبعد الكرة قبل أن تصل للاعب المنتخب البولندي ليفاندوفسكي. وسدد اللاعب المنتخب السعودي عبد الإله المالكي كرة وصلته داخل منطقة جزاء بولندا ولكنها مرت بجوار القائم في الدقيقة 78. ونجح لاعب المنتخب البولندي ليفاندوفسكي في أن يسجل هدف منتخب بولندا الثاني في الدقيقة 82 من عمر اللقاء ليصل نجم برشلونة إلى هدفه الأول في تاريخ مشاركته بكأس العالم.